بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون بتكلم عن تركيب الصور بطريقه جديده واحترافيه من موقع من على الانترنت، ولا تحتاج لبرنامج فوتوشوب ولا اي برامج من اللي هي بتاع تركيب الصور. كل اللي نحتاجه موقع على الانترنت بيركب الصوره بطريقه عاليه جدا وباحترافيه وبيطلع صورة جميلة جدا يعني. كل اللي محتاجه الموقع اللي هو على الانترنت، ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاع الموقع اسفل الفيديو. كل ما عليك دلوقتي هتخش على الرابط بتاعت الفيديو وتاخده نسخ، وبعد كده تفتح صفحة جديدة على متصفح، وبعد كده تفتح صفحة جديدة وتحط الرابط لصق وانتر على طول. اهو شايفين يا جماعة اهو الفيديو بتاعتك كده مثلا على سبيل المثال نجرب على الصورة دي مثلا، تك عليها وانت هيجيلك عندك اختيار ملف. لكن انا عشان رافع صورة على الموقع فعلى طول، لكن انت هتختار اختيار ملف وتختار الصورة اللي انت عاوزها. يعني مثلا مثلا الصورة ديت أو ديت أو أي حد، أي صورة ليك مثلا هتحددها مثلا كده وتتك هنا وخلاص هتنزل معاك الصورة زي كده وتعمل إنشاء الصورة. أنا مثلا هختار على سبيل المثال الصورة دي وهعمل إنشاء الصورة ثواني والصورة تطلع. زي ما انتم شايفين يا جماعة الصورة اتركبت اهي، الصورة زي ما اتركبت اهي. موقع ملوش حل صراحة، بيركب الصورة بطريقة عالية جدا واحترافية. خلاص طريقة تحميل الصورة بعد ما تركبها تتك كليك يمين وحفظ الصورة باسم، وبعد كده تختار المكان اللي انت عاوز تحمله فيه. مثلا اختار ديسكتوب وسيب. خلاص الصورة نزلت معانا اهي ماشي تمام. بعد كده نروح نجرب على صورة تانية مثلا على سبيل المثال على منظر تاني مثلا، نطلع تاني وننزل تحت مثلا نختار صورة تانية نجرب مثلا على الصورة ديت مثلا تك على مرة وتختار الصورة، اختار برضه الصورة ديت تاني وإنشاء صورة ثواني والصورة تطلع معاك. زي ما انتم شايفين يا جماعة الصورة اتركبت قدامنا اهي اهو. الصورة اللي انا اخترتها لي انا اهي. موقع والله العظيم ملوش حل. زي ما انتم شايفين انا هحمل الصورة مثلا على سبيل المثال، كليك يمين على الصورة. وفي طريقة تحميل تانية برضه على فكرة اللي هي هنا هي حفظ الصورة والقرص، حفظ الصورة إلى القرص. هتك عليها يحفظ لك الصورة على طول زي كده مثلا. تك عليه نزلت الصورة معانا اهي تمام. نزلت الصورة كل ما عليك هتتك هنا كده على السهم جوه وعرض فتح المجلد، عرض فئة المجلد. الصورة نزلت معانا اهي. شغلها مثلا اهي زي ما انتم شايفين يا جماعة. وفي طرق تانية برضو، في بحث في الموقع بتركبها خاصة انت بدماغك مثلا. بحث في الموقع اهو، يعني مثلا عاوز تركب صورتك مع عربية حديثة هتكتب سيارات مثلا، مصارعين هتكتب مصارعين جون سينا روك الناس ديت كلاسيكي، وتوفر البحث خالص وما تبحثش وتنزل تحت كده على آخر الصفحة أهو سيارات كل الحاجات اللي أنت عاوزها، كلاسيك تأثير أفلام، كل حاجة هتخطر في بالك هتلاقيها.
تقرا وتتك عليها على طول. يعني مثلا سيارات هنتك عليها، فتح لنا كل تركيب السيارات اللي في الموقع. كذا صفحة تحت هنا اهو، ماشي. وطرق تانية الصفحات ديت برضو، دي آخر حاجة نزلت تركيب في الموقع لغاية من 2014 وشهر 4 يوم 2 لغاية 2009 شهر 4 يوم 1. حاجات جميلة جدا والله. وبكده يكون درس الفيلم بتاعنا النهاردة إن شاء الله انتهى. أتمنى يكون الدرس يكون عجبكم، ولا تنسوا زيارتنا على موقع مصر المعلومات، ماشي، وعلى صفحتي على الفيسبوك عيون التكنولوجيا. إن شاء الله تلاقوا اللي انتوا عاوزينه في الموقع وفي الصفحة، وعلى قناة على اليوتيوب خالد المصري. إن شاء الله برضه هتلاقوا الشروحات اللي انتوا هتعوزوها إن شاء الله، وعلى تويتر خالد المصري برضه. وأتمنى يكون الدرس يكون عجبكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ونلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.